تعرف يا محمد، ايه يا صاحبي في ايه؟ انا اكتر واحد شاف عذاب في الدنيا دي، محدش شافه زيي ابدا. ليه يا صاحبي؟ ما انا معاك اهو. في ايه؟ وانا من صغري وابويا عمال ممرمطني معاه. عمري في حياتي ما طلبت منه حاجه وعملها لي. وصلت لغايه واحنا قاعدين في قلب البيت طلب مني اسيب المدرسه عشان اشتغل. انا رفضت. ليه؟ انا عايز اتعلم، عايز ابقى حاجه. بس هو اصر ان يعمل فيا كده. فضل يضرب فيا لحد ما امي جت حشت عني. سابني انا وراح قعد يضرب فيا لحد ما خلص عليها. بعد ما امي ماتت مكانش برضه يسيبني في حالي. لقيني قاعد يقول لي انت قاعد ليه؟ وشوف لك شغلانه اعملها، اعمل اي حاجه لما انت قاعد. لغايه ما اشتغلت وتعبت واتمرمطت، وهو راح يتجوز واحده تانية خلف منها 3 صبيان. بقيت انا اشتغل واصرف عليهم وهم قاعدين في البيت. معرفش ليه بتعامل معايا كده. لغايه ما قابلت مراتي بقيت اشتغل واتعب واعمل اي حاجه عشان اعيش معاها. الحمد لله ربنا كرمني وجبت لها شقه واتجوزتها. وبعد ما اتجوزنا سافرت عشان اعمل مشروع لنفسي يسعدني ويسعدها ويسعد عيالي. بعد ما جيت من السفر لقيت اخواتي حيالله اخواتي عملتهم وقتلوا مراتي، قتلوها والله وهي كانت حامل في الشهر الثاني. معرفش ليه عملوا معايا كده. ليه عملوا معايا كده؟ ايه ده؟ ليه؟ ايه ده؟ ليه؟ ايه ده؟